السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني. والله اني مستحية منكم، يعني صلي حرفيا 10 شهور ما صورت ولا فيديو. في فيديوهات كثير صورتها بس ما نزلتها لأسباب كثير جدا. صارت سواء بإرادتي خارج إرادتي، في أشياء كثير جدا اتغيرت معايا أنا وماما. كثير يعني مرة كان الأحسن إنه أختفي هذه الفترة عشان أشياء كثير صارت راح تعرفونها بعدين إن شاء الله. اللي ينفع ينعرف راح ينعرف، اللي ما ينفع خلاص يعني انتوا راح تحترمون ذا الشي عندنا. المهم انتوا مرة وحشتوني، أنا خلاص يعني أخيرا رجعت لكم. إن شاء الله ما يكون آخر فيديو، بس وحشتوني حقيقي، وحشتوني يعني مرة اشتقت لكم. حاسة اني من زمان ما نزلت فيديو. اوكي هو من زمان بصراحة ما نزلت فيديوهات، بس ما يعني يا جماعة مرة مشتاقت لكم يعني. ما توقعت اشتاق لكم كذا. المهم اليوم فيديو راح تقضوا معايا اليوم، كيف راح يمشي وكيف راح يكون وهكذا. اللي ما يعرف أنا الحين في مصر، تمام. لأنه آخر فيديو كان في السعودية، بعدين اختفيت عنكم 10 شهور والحين احنا بمصر. فعشان بس تكونون كذا يعني عارفين انا وين وكذا، فانا الحين في مصر. فتعالوا نشوف ايش راح يصير في اليوم، ايش راح يمشي، كيف راح يصير، ايش وهكذا. ايش اسمه، الحين سويت رز لانه راح اتغدى بعد شوية. فسويت رز ابيض مصري عادي، اوكي. وطلبت سمك من برا، سمك مشوي، لانه شوية تعبانة ففي اكل ما ينفع اكله، فطلبت سمك مشوي عشان لا تتعب معدتي. وراح اسوي معكم السلطة وراح ناكل مع بعض ونجلس نقضي اليوم مع بعض. راح نشوف ايش راح نسوي ونسوي مع بعض. قلت بس اوريكم مصر، يمكن من زمان ما شفتوها تقريبا. طبعا هذا المسجد مسجد سيدي إبراهيم، صح؟ أيوة تمام. بس إنه عشان هذا مو مبين، هو هذا والجو يجنن. تمام. وهنا الأشجار كذا. بس قلت أوريكم الجو الحلو. هذا الأكل سويت جبت السمكة، تمام، وسويت الرز طبعا، وغسلت الجرجير وكذا. ما سويت سلطة بصراحة لأنه ما في خضار وكذا، وكسلت. فهو أساسا جاء مع هذا الصحن خضار سلطة، وجاء مع طحينة، تمام. وهذا الغدا المتواضع تبعنا. طبعا جالسة أذاكر، قلت لكم راح أخذكم معي طول اليوم، فالحين جالسة أذاكر، تمام. جالسة أشرب كاسة الشاي تبعي. سوف ايش اسمه، استحل العالم، احتل العالم، ايوه احتل العالم بكوب الشاي حقي. مرة كيوت. طبعا انا احب مرة الشاي اللي بالنعناع، ف مرة خلاص كذا ما بشي من الدنيا. والحين نبدأ نذاكر بكاسة الشاي حقتنا، وبس الله يوفقنا يا رب في اختبار بكرة ويوفق للكل. وإن شاء الله يا رب نطلع كذا مبسوطين مجبورين الخاطر وفرحانين، أهم شي. طبعا الحين هتروش، خذ لي شاور سريع كذا عشان أروق هذا التيشيرت والستريتش الأسود هذا. وكمان راح أستخدم هذا الشاور جل، تمام. مرة حلو يا جماعة، وريحته تجنن وكل شيء، ويعطي رغبة كذا تجنن حرفيا. اللي في مصر جيبوه يجنن، خصوصا اللون البينك، تمام. راح استخدم هذه للشعر لفروة الراس،
وراح استخدم بعد الشاور هذا البودي ميست، يجنن ريحته حلوة. وكمان هذا اللوشن للجسم من نفس الريحة يعني، ويجنن كمان. وبس والله كذا نكون مستعدين للشاور تبعنا. طبعا كانوا في يدي فعادي عادي هذا من أثر التعب البسيط. المهم بروح الحين أتروش وأرجع لكم. طبعا راح استخدم هذا سبراي. تمام. راح استخدمه. خلاص انا خلصت الشاور ووريتكم كل شيء انا استخدمته. اخر شيء راح احط هذا وخلاص. لبشرتي راح استخدم بيبنتين. تمام. انا احب اغير يعني احيانا استخدم هذا سوري، هذا المرطب، مع انه مكتوب لليد والجسم بس انه مناسب ترى لبشرتي عادي، مرة خفيف وحلو، خصوصا انه بشرتي دهنية، فمرة ناسبني وحبيته لانه مرة خفيف يعني، حسيت للجسم ما يسوي شيء. المهم فاليوم بغير بستخدم هذا. ولشفايفي راح استخدم هذا، يجنن يا بنات يجنن. طبعا انا جبت المجموعة كلها كانت ب85 جنيه، بصراحة مرة تستاهل أكثر من 85 جنيه. انتوا على المواقع ممكن تلاقوها أغلى أرخص وهكذا. هذا المرطب استخدمه للأماكن زي الركبة، الكوع، الأماكن اللي تحتاج ترطيب إكسترا، يعني مرة ترطيب من قلب. فهذا أحيانا استخدمه لما أحتاجه. هذا صراحة لسه ما استخدمته. تمام. بس مرة حلو لأنه كان عند صاحبتي وجربته يعني عندها، وعشان كذا اشتريت المجموعة كلها أصلا. ولقيت مدح عندها على النت كثير مرة يمدحون المجموعة تبع لون، فقلت بجيبها. وصراحة يعني يعني تقريبا أول مرة أجيب شيء على مدح النت ويطلع حلو، بس الحمد لله يعني مرة حلوة. المجموعة الأربعة هذولي ب85 جنيه، هذولي الأربعة ب85 جنيه، فمرة مرة 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 تستاهل. بصراحة لو غليت بعد بشتريها حتى لو غليت، لأنه تستاهل. يعني شايفين الحجم، شايفين هذا جلس معايا فترة، وهذا بعد يعني مرة حجمهم كبير وحلو، فيستاهلوا بصراحة يعني يستاهلوا سعرهم وأكثر بعد. ولو لقيتهم في أي مكان جيبوهم. طبعا أنا جبتهم من محل تجميل، بس على نون صراحة أغلى، على نون لقيتهم ب100 وشي. فأنتوا شوفوا يعني، ولو ما عندكم يعني مشكلة في فرق السعر جيبوا عادي. هي تجي في الشنطة هذه الأربعة مع بعض. ممكن يعني مثلا لو هذا خلص والباقي لسه ما خلص ممكن تشتروهم لحالهم عادي. بس حسيت الأربعة مع بعض كانوا أرخص بصراحة، لأني لما شفت كل واحد لحاله كان تقريبا هذا ب50، هذا ب40، هذا مدري بكم، هذا ب30. فحسيت يعني لأ، يعني الأربعة ب85، فيعني مرة حلو. المهم برطب الحين بشرتي وبرجع لكم. أنا الحين رطبت جسمي وعطرته، برطب بشرتي وأرجع لكم. طبعا راح أسويلي الحين عشاء عشان أتعشى وأنام. راح أسويلي بيض. تمام. طبعا هذا عشانا لليوم، سندوتشين بيض وبطاطس. طبعا البطاطس أخوي كان جايب بطاطس فسرقت منه شوية، وبس بالعافية علينا يا رب. طبعا الحين راح أتعشى وراح أراجع مراجع، وراح أراجع وبعدين راح أنام خلاص. فبس كذا انتهى اليوم. كذا أقدر أقول لكم تصبحون على ألف خير، وأشوفكم إن شاء الله بألف خير يا رب. وبس، مع السلامة.